السادة البكتاشي أركان حرب جمال عبد الناصر. أيها المواطنون، السلام عليكم ورحمة الله. إنني إذ أقف اليوم بينكم بين رجال الدين أرجع إلى الماضي وأذكر جيدا كيف كان رجال الدين يقودون مصر ويحملون شعلة الحرية، وكيف كانوا ينادون بالجهاد دائما، وكيف وقفوا في وجه نابليون. نعم أيها المواطنون، فقد كان رجال الدين دائما في مصر هم أسبق الناس إلى الجهاد، وهم أسبق الناس إلى الاستشهاد. أذكر هذا جيدا، وأذكر كيف قامت ثورة 19 وكيف اشترك رجال الدين فيها بنصيب كبير، وكيف استشهد عدد كبير من رجال الأزهر، وكيف مات رجال الدين موتا شريفا في سبيل مصر. وأذكر بعد ذلك كيف حاول المستعمر أن يقضي على البلاد، فكان أول أهدافه أن يقضي على الجيش، وأن يقضي في نفس الوقت على قوة رجال الدين. نعم أيها المواطنون، فقد كانت في مصر قوتين: قوة الجيش وقوة العلماء. وبانتهاء إعرابي استطاع المستعمر أن يقضي على قوة الجيش، ثم تحول بعد ذلك إلى الأزهر ليقضي على قوته، فإنه كان معروفا عرفانا أكيدا إن الأزهر يحمل مشعل الحرية لا في مصر وحدها ولكن في الدول الإسلامية جميعا. فاتخذ المستعمر سبيله للقضاء على الجيش وللقضاء على الأزهر، وكان يعتقد بذلك أنه يستطيع أن يثبت أقدامه في مصر، أنه يستطيع أن يسير في مصر إلى الأمام دائما، ولكن الله كان له بالمرصاد، فاستطاع الجيش أن يقضي على أسس الاستعمار، استطاع الجيش أن يقضي على من مكنوا الاستعمار في البلاد. واليوم يتفق الجيش مع رجال الدين، يتفق الجيش مع العلماء على أن يتعاونوا جميعا ليسيروا بالبلاد في طريقها، ليستأنفوا الجهاد من جديد حتى تنال مصر حريتها وحتى تنال مصر استقلالها. نعم أيها المواطنون، نعم أيها المواطنون، فلتضعوا أيديكم في أيدينا، فلنجاهد سويا في سبيل تحرير مصر، فإن لكم رسالة عظمى. إننا بعد اليوم لن نسمح للفساد أن يقوم فينا من جديد، ولن يسمح رجال الدين أن يكون في مصر فسادا أو طغيانا. الأزهر يبايع الأبطال، الأزهر يبايع رجال الثورة. ولكن أيها المواطنون، لننظر إلى الماضي دائما، ولنأخذ من الماضي درسا وعبرة. لننظر إلى الماضي ولا نسمح للماضي بأن يعود من جديد. ليتجه الجيش والعلماء دائما إلى الأمام، لنسير دائما إلى الأمام متحدين، ولننظر إلى عبر الماضي. فلن نسمح بعد الآن أيها المواطنون أن يتحكم فينا حفنة من الناس، فقد أرهبونا في الماضي، فقد أخافونا في الماضي. أما اليوم أيها المواطنون وقد بدأنا السير في طريق التحرير، فلن نخاف بعد الآن،
ولن نرهب بعد الآن. لن تقوم فينا أي فئة طاغية، ولن تقوم فينا أي فئة مستبدة، ولكننا سنسير في طريقنا، سنسير في الطريق الذي نتمناه جميعا لمصر، سنسير في الطريق الذي نتمناه جميعا لوطننا. ولكن أيها المواطنون، يجب أن نحرر أنفسنا أولا، يجب أن نثق في أنفسنا أولا. لقد خلقنا الله أحرارا، ويجب أن نكون أحرارا. يجب أن نتحرر من الخوف، يجب أن نتحرر من الفزع. فإذا تحررنا أيها المواطنون سنتمكن بإذن الله من أن نسير في طريقنا، من أن نحقق آمالنا. ولن نمكن بعد اليوم للخونة من أن يتحكموا فينا. لن نمكن بعد اليوم للخونة من أن يعيدوا الماضي. وبذلك أيها الإخوان، وبذلك أيها المواطنون، سيسير الجيش مع العلماء، مع المواطنين جميعا في الطريق الذي نتمناه جميعا. سنسير أيها المواطنون حتى نحقق جميع آمالنا، حتى نحقق جميع أهدافنا. سنسير يدا واحدة، متعاونين متحدين، كل فرد منا ناكرا لذاته، بهذا وبهذا فقط. لن تعود عقارب الساعة إلى الوراء مرة أخرى، ولننظر إلى الماضي دائما، ولنأخذ من الماضي عبرا، ولنسير أيها المواطنون متحدين يدنا في يدكم. فإننا وحدنا لن نستطيع أن نفعل شيئا. إننا اليوم أيها المواطنون نسمع نداءات في كل مكان تلقي الأعباء على كاهلنا، ولكننا نقول لكم إن الأعباء التي أمامنا جسيمة، وإن الطريق الذي أمامنا شاق وصعب، وإن هذا الطريق الذي سنعبره بإذن الله يحتاج تعاوننا جميعا، ويحتاج مجهوداتنا جميعا. إن الآلام التي حلت بمصر في هذه السنين الطوال لن نستطيع أن نتخلص منها في أيام قلائل ولا في شهور قلائل، لأنها آثار عشرات من السنين. إن الذل الذي انحط على رؤوسنا طوال هذه السنين لا يحتاج إلى مجهودات كبرى حتى نتخلص منه وحتى نسير في طريقنا. ولذلك فإنني أقول لكم إن طريقنا صعب، وإن طريقنا شاقا طويل، وإن المطالب الطائفية التي نقابلها اليوم أرجو ألا تشغلنا عن المطالب الوطنية العليا. فإن مطالب الوطن يجب أن تكون أولا، وإن مطالبنا الشخصية يجب أن تكون آخرا. أيها المواطنون، يجب أن نتحرر من الفردية أولا. فإذا نظرنا إلى الماضي لوجدنا النتائج العظام التي حاقت فوق رؤوسنا من الاتجاه إلى الفردية. إننا أيها الإخوان حينما سرنا متفرقين حل بنا الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي والاحتلال البريطاني. واليوم ونحن متعاونين جميعا ونحن متحدين جميعا نحطم الاستبداد السياسي ونقضي على الظلم الاجتماعي، ونتجه جميعا متحدين للقضاء على الاحتلال البريطاني. فلنثق في أنفسنا حتى نستطيع أن نثق في وطننا. وبذلك أيها المواطنون نستطيع أن نسير في طريقنا. إنني أقول لكم لا زال المستعمر موجودا في القنال، لا زال الجنود الأجانب يحتلون مصر، وقد حاولنا طوال 70 عاما أن نتخلص منهم فلم نتمكن. فيجب أن ننظر للماضي، ويجب أن نتجه إلى المستقبل، ويجب أن نتخلص من مآسي الماضي حتى نستطيع أن نسير في طريقنا للتخلص من الاحتلال. أيها المواطنون، إننا اليوم نبدأ فترة جديدة في تاريخ مصر، ونتجه اتجاها جديدا في تاريخ مصر. فطالما تفرقنا وطالما تنابذنا فلم يكسب من هذا إلا المستعمر. أما اليوم
وقد اتحدنا فإننا متجهين إلى التخلص من الاستعمار، ولن نعود